بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده مكرونة وكفتة. ده زيت على النار سخن، واحط البصلة، ومع البصلة ممكن احط شوية ملح عشان ما تتحرقش. اي شوية ملح، وبعدين ظبطي ملح شوية ما انت عايزة. هنشوح البصلاية ولما تحمر هقول لكم هنعمل. كبر البصلايه شويه وابدا احط توم. عندي توم متفرزن، هحط حته كويسه كده قد معلقه كبيره، واقلبها معاه. ما بحطش التوم الاول لان التوم بيستوي قبل البصله فبيتحرق، فبحطه بعد البصله لما تسخن كده وتتشوح شويه ابدا احط. وهي بتتشوح هبدا احط التوابل بتاعتي. احط شويه فلفل اسمر، واحط شويه كزبره، وبعد ما تعمل، لان القوطه الايام دي مش حمرا قوي، ممكن احط شويه بابريكا، بس احطها على القوطه لان هنا هتتحرق. ما تحرقيش البصله قوي او تغمقيها قوي، لان هتخلي لون الصلصه غامق، وبالتالي هتخلي شكل المكرونه مش حلو. طبعا انا سلقه المكرونه قبلها، وهبدا احط الطماطم. انا مش مفرزنه صلصه ولا عندي صلصه دلوقتي، فضربت طماطم في الخلاط وهبدا اصفيها عليها. صفي الطماطم. هنا حطينا الطماطم، صفينا الطماطم او القوطه زي ما الناس بتقول، وهنظبط الملح، ولو محتاجه حاجه توابل هنحط تاني. طبعا احنا هحط بس رشه صغيره شطه قد كده بتطعمها بس، واللي عايز بعد كده يحط قدامه في الاكل. دي حاجه. الحاجه التانيه اني لما اجي احط صلصه او طبيخ بيستوي على النار، وطي النار عليه. الواحد بينسى، الواحد بيتشغل، الواحد 100 حاجه بتشغل دماغه، بتقضي مصلحه تانيه في البيت، معاكي تليفون. فانا اهو هوطي وهسيبها تستوي براحتها. براحتها ان شاء الله تقعد ساعه. انا بعمل الاكل بدري على اساس ان انا ابدا اخلص كل حاجتي بدري عشان شغل. ونسيبها تتسبك، والمكرونه مسلوقه وشطفناها وحطيناها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا المكرونه، الصلصه شغاله، وهنعمل كفته. الكفته دي بتتباع جاهزه، متبله جاهزه بدهونها بتوابلها، مش بتحط لها اي حاجه خالص غير انك تدهني ايدك زيت وتبداي تصبعي. تعمليها شويه كده عشان تبقى ماسكه ببعضيها ما تفكش منك، وتحاولي تظبطيها، وتبدأي ترصي فيها. دولت نص كيلو. هي كانت زمان قوي ايام الرخص كانت ب50 جنيه بتتباع في مجزر بتاع لحوم، والراجل اللي بيعمل الحاجات دي هو اللي بيوزع للكبابجية وللفنادق وللحاجات دي. فانا يعني كان جوزي بيجيبها من هناك، لان كان بيروح هناك لشغله كده، فكان بيجيبها من هناك. دلوقتي اكتشفت ان هو في زيها في عين شمس، تتباع في عين شمس، وفي زيها في امبابة. فدي جات لي هدية، فايه قلت اصبعها النهارده ونعملها كفتة. بتسويها في الفرن، تغطيها شوية وتسويها، بتستوي بسرعة، ما بتاخدش وقت معاكي. دي حاجة. الحاجة التانية انها ما تحطيش دهون كتير في الصينيه، مجرد ان انت بتدهني الصينيه كويس حتى من الجناب، عشان لما تحطي اللي في الجنب ده ما تلزقش منك.
تمام. مش بتحط لها ملح ولا بتحط لها حاجه، هما بيجيبوها لك كامله مكمله جاهزه، بنت ناس يعني. بس حبيت اوريها لكم اهي. بنحاول نتخنها شويه على اساس ما تنشفش. اللهم صل على النبي. احسن مش بتضيفي حاجه. انا هسويها شويه على البوتاجاز من فوق وهغطيها تنزل ميتها تسويها، وبعدين بحطها تحت الشوايه عشان مشكله الفرن اللي عندي بخاف منه شويه. تمام. قربت تخلص ان شاء الله. نخلص دي عشان غدا النهارده ان شاء الله، ولو اتبقت حاجه لبكره عشان عندي شغل. ما اتبقتش بارك الله فيما رزق. الحمد لله خلصناها. فاضل الحتتين وبعد كده هنحطها على البوتاجاز من فوق وابقى اوريها لكم. التسبيكه يعني اتسبكت كويس. هتاخد لها غلوه ولا حاجه تاني، بس انا هعمل حاجه لان انا مش هناكل دلوقتي. انا بجهز الاكل عشان لما يجي وعشان لو نزلت انا الشغل. لو بصينا للمكرونه هنا نلاقيها بتلمع. بعد ما تسلقيها وتغسليها حطي عليها معلقتين زيت وقلبيها كويس قوي. هتلاقيها كده وهتلاقيها بسم الله الرحمن الرحيم مش هتلزق معاكي في الحله، مش هتلزق، مش هتبقى حته مكرونايه واحده كده. هقلبها وهسيبها دلوقتي. هو المفروض ما اقلبهاش بس ايه، بوريكم الصلصه بتاعتها. وهطفي عليها، مش فيش نار، هي هتتشرب بتاعها ولما تيجي تتسخن تبقى كملت سوا. ده اللي انا عملته. وادي الكفته اتصبعت اهي الصينيه وهنحطها على النار.